كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب. جبت لكم النهارده شويه تتبيلات حلوين قوي، يساعدوكي كده في الوقفه في المطبخ وتسهل عليك الطبيخ. وان شاء الله بعد الفيديو ده تقومي تعمليها حالا وتفرزيها لشهر رمضان باذن الله. يلا بينا نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هعملها هي تتبيله الفراخ المشويه. طبعا بتعمليها الكميه اللي تناسبك. اول حاجه هنا هحط عصير ليمون، ودي ميه بصل. انا بشرت البصل واخدت الميه بتاعته، ومعايا كمان زيت. طبعا حضرتك بتحضري التتبيله بالكميه اللي تناسبك. ومعايا خل، وهحط كمان صلصه او كاتشب المتاح عندك حطيه، ما توقفش نفسك على حاجه. ننزل كده كل الكميه اللي احنا حاطينها. ومعايا كمان عسل اسود. ما تستغربيش ازاي نحط عسل اسود مع حاجه تتبيله حادقه. العسل الاسود بيديها لون حلو قوي للفراخ المشويه في الشوي، وكمان بيديها طعم جميل. هنزل بكل الكميه اللي عندي من العسل الاسود. وعندي كمان زعتر ناشف. انا الزعتر اللي عندي ده اللي هو الزعتر السوري، بيبقى فيه سمسم. ومعايا ملح وفلفل اسود، بهارات مشاوي او بهارات فراخ. وهقلب كله مع بعضه. نقلب نقلب وعلى طول نحط في العلبة بتاعة التتبيلة. على طول انا مجهزة العلبة بالاسم بتاعها، كاتباه عليها كده بورقة ولزقاه على طول كده من فوق. نحط التتبيلة وعلى طول نحطها في الفريزر بإذن الله. مكوناتها موجودة في كل بيت، تقوم تعملها على طول بسهولة. كده خلصنا اول نوع عندنا من التتبيلات. طبعا اللي فاض انا مرميتوش، انا حطيته في علبة تانية، وكمان هشيله معايا مع بقية العلب. كده اول واحدة اهي، شكلها تحفة، ولما دقتها بجد طعمها جميل قوي قوي. تاني تتبيلة معايا هي تتبيلة الشيش طاووق. معايا توم مفروم، وصلصة برضو او كاتشب المتاح عندك حطيه. ننزل كده بكل الكمية اللي عندنا من الصلصة. ومعايا البهارات بقى بتاعتي. كزبرة ناشفة وكاري وبابريكا، ننزل بيهم برضو كده كلهم. ومعايا باقي البهارات، ملح وفلفل اسود وبهارات شيش طاووق. ونقلب كده كله مع بعض ونحط الزيت. طبعا زي ما قلتلك بتحطي الكمية المناسبة ليك. ومعايا هنا برضو عصير ليمون. انا هنا عاملة كمية قليلة عشان بس اوريك الفكرة، لكن طبعا ان شاء الله الايام الجاية برضو هنعمل منها تاني ونضاعف الكميات. واقلب كده كل التتبيلة مع بعضها. بعدين هجيب العلبة اللي انا جهزتها وهفضي فيها التتبيلة بتاعتنا. شايفين سهلة ازاي؟ يلا قومي تشجعي انت كمان وقومي اعمليهم. نفضي كده كل التتبيلة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها يفتح النفس. انا سايبه لكم مكونات كل وصفه على الشاشه عشان تقدروا تاخدوها سكرين شوت وتحتفظوا بيها. يلا بينا على التتبيله اللي بعدها، وهي تتبيله اللحمه المشويه. حطيت بصل مبشور، ومعايا هنا صلصه او كاتشب برضو زي ما تحبي او زي ما يكون متوفر عندك. ننزل بكل الكميه اللي حاطينها. طبعا اضافه الكاتشب او الصلصه هنا بيدي لون حلو قوي للمشاوي. ومعايا البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وقرفه وجنزبيل. طبعا القرفه والجنزبيل دول اساسيين معانا في اي طبيخ باللحمه، وخصوصا كمان لما يكون مشاوي. ومعايا هنا كميه صغيره من الخل وكميه صغيره من الزيت. وهقلب كل ده مع بعضه. استنى، نسيت عصير الليمون. طبعا الليمون هنا بيدي طعم حلو قوي للحمة المشوية، وكمان بيطر من الأنسجة بتاعة اللحمة معايا في الشوي وتخليها تستوي بشكل أسرع. هقلب كل الكمية اللي عندي، وبعدين هرجع افضيها تاني في العلب زي ما عملنا في باقي التتبيلات. ودي معايا تتبيلة الشاورما بتاعة الفراخ. طبعا شاورما فراخ يعني اساسي فيها خل وتوم.
نزلت كمية من الخل وكمية من الثوم المفروم، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود وكاري وبابريكا وجنزبيل، وهقلب كل ده مع بعض. ودي كده تتبيلة الشاورما الفراخ بكل سهولة. طبعا حابة تضيفي كاتشب ضيفي، بس انا بفضل ان انا اضيف الكاتشب وقت التسوية، يعني بحطها على الشاورما على طول. هقلب كله مع بعضه وهبدأ اصبها برضو في العلبة بتاعتها زي ما عملنا في باقي التتبيلات على طول. في 5 دقايق كنت خلصت التتبيلات دي بكل سهولة، سهلت عليا وقفة ساعات في المطبخ لأيام. وقفل الغطا بإحكام. تقدري تاخدي المقادير بتاعة التتبيلة سكرين شوت من الشاشة. 5 تتبيلة معايا، وهي تتبيلة كفتة اللحمة. معايا هنا بصل مبشور. أنا بحب أضيف كمية من الخل صغيرة جدا عشان تطريلي الأنسجة بتاعة كفتة اللحمة. هحط حوالي معلقتين صغيرين بس من الخل، وهقلب ده مع بعضه عشان يسهل عليا اني اقلب باقي البهارات اللي هحطها لكفتة اللحمة. طبعا كفتة اللحمة اساسي فيها فلفل اسود وجنزبيل وملح وقرفة، وطبعا بكتر كمية القرفة لان القرفة بتعلي من تست الكفتة بتاعة اللحمة. وابدأ اقلب كل التتبيلة مع بعضها. طبعا دي كمية صغيرة جدا اللي انا عملتها، بس انا عملتها كفكرة عشان اوريها لكم وتلحقوا تعملوها لتفريزات رمضان بإذن الله. لكن انا بإذن الله هرجع هضاعف نفس المقادير دي بس بكمية اكبر ان شاء الله، وعينها الايام الجاية عشان تقضينا طول الشهر بإذن الله. هبدأ هنا احط الكمية دي في العلبة وهقفلها برضو وعينها على طول في الفريزر. طبعا التتبيلة دي بتحطيها بس للحمة المفرومة، وبتبدأي تفرميها كلها مع بعض تاني في الكبة، وتبدأي تصبعي الكفتة بتاعتك، ويبقى هنا كده أحلى كفتة جاهزة في 5 دقايق. هنا معايا تتبيلة البانيه. طبعا بانيه أنا بالنسبة لي بحب تتبيلة بسيطة خالص، هي مية البصل وملح وفلفل اسود، وبقلب كل ده مع بعض، وعلى طول برضو احطه في العلبة بتاعته واقفله. انا بالنسبه لي بحب طعم البانيه يكون طعم الفراخ هو اللي باين اكتر من طعم البهارات، فهي ابسط حاجه ملح وفلفل اسود مع ميه البصل. طبعا برضو هقطع البانيه واجهزه، وعلى طول اطلع البانيه من الفريزر واطلع التتبيله واحطهم مع بعض وابدا اشتغل. هنا معايا بقى احلى تتبيله سمك. معايا كزبره وشبت وفلفلايه خضراء وفلفل شطه احمر واخضر، طحنتهم على طول في الكبه. وهنا كان بالشكل دوت. ومعايا توم مفروم. طبعا السمك بيحتاج التوم المفروم، وده اساسي جدا في التتبيلة بتاعة السمك. معايا برضو البهارات بتاعتي الاساسية، هي الكمون والكزبرة الناشفة والملح. وطبعا اساسي في تتبيلة السمك مع التوم والكمون والليمون، ده رقم 1 كده، هو عصير الليمون. وهنا انا كترت شوية من عصير الليمون لان ده اساسي جدا مع السمك. وابدأ اقلب كل ده مع بعضه كده بالراحة. هنا انا كنت بهرس شوية التوم لان التوم عندي كان متفرز. وهقلب كل ده مع بعضه كده. كنت في 5 دقايق خلصت كل التتبيلات دي بسهولة، وسهلت عليا وقفة بجد لساعات كبيرة جدا في المطبخ. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا ومحطتيش اللايك والاشتراك، اتمنى منك انك تنوريني بالاشتراك في القناة معايا، وتحطي اللايك عشان تقدري ان انت توصلي الفيديو باللايك بتاعك دوت لاكبر عدد من الناس يلحقوا يشوفوه ويستفادوا زي ما انت استفدتي. هنا برضو هحط التتبيلة بتاعتي واقفلها، وكانت بقى معايا شوية حطيتهم في علبة كمان. يلا بقى تشجعي وقومي جهزي الحاجات دي، بجد هتسهل عليك الطبخ لكل الأوقات. مع السلامة.